صباح الخير يا بنات. شوفوا بقى، انا عملت الكرواسون طلع ممتاز. انا كنت وعدتكم ان انا هعمل الطريقه السحريه للكرواسون. بعد ما نجح الفيديو اللي انا عملته الاولاني، عملت الكرواسون. الحمد لله نتيجته ظاهره، يعني حلوه جدا. انا عملت نص كيلو، طبعا اختلاف في المقادير. هنا في خميره، في بيضه، في اختلاف في نوع الدقيق. النص كيلو دي عملت، طلع منه 36 قطعة كرواسون. الوزن الواحدة 26 جرام. طبعا هي حجم صغير، بس انا عملتها كتجربة علشان اعرف النتيجة واقولها لكم، لان انا وعدتكم. اهي طبعا خفيفة جدا. هنقوم نفتح دي قدامكم. بصوا، وطرية طرية، يعني اقول لكم ما عندكمش فكرة. هنقطع دي ون ايه قدامكم كده، وهوريكم النتيجة بإذن الله. طرية فصعب تقطعها. بصوا بصوا شو عاملة ازاي. شوفوا، بصوا بصوا طريقة ازاي وهشة ازاي. يلا جربوها، ومستنية تعليقاتكم وشير علشان الكل يستفاد. وندخل بقى على الطريقة والمقادير عليكم يا بنات. النهاردة هنعمل ايه؟ انا وعدتكم ان احنا هنجرب طريقة الكرواسون السهلة السحرية بعد ما الفيديو بتاع الملفيه والساليزونات نجح وعجبكم وجربتوه. فانا وعدتكم هنجيبها، هنجرب بالكرواسون بالطريقة السحرية برضو. هنقول المقادير، نقول بسم الله. نعمل نص كيلو دقيق قوي، نص كيلو دقيق قوي. عندنا معلقة سكر كبيرة اهي في الوسط، وبعدين معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة محسن. يبقى انا قلت خلاص كده. وبعدين بيضة، وبعدين معلقة كبيرة خميرة فورية. الخميرة دي هندوبها في شوية مية عشان ايه تشتغل. وبعدين عندنا طبعا جنة، هيبقى ربع كيلو على النص كيلو دقيق. هنعجن العجينة، والزبدة جنة هنبشرها برضو في الآخر. يعني بعد ما نفرد العجينة هنبشرها. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الخميرة، هندوبها في شوية مية. وبعدين هنحط كل المقادير على بعض، نعجنهم في العجان لغاية ما العجينة تبقى متماسكة. هنقلب الخميرة في المية، في شوية مية بتوع العجن اهو. المية دي يدوب يعني اقدر احط ايدي كده، يعني زي دمعة العين. هدوبها كده اهو، وبعدين لما تدوب اقوم حاطة كل المقادير مع بعض. يبقى هنحط بقى اهو، دابت اهي، بقت حلوة اهي، اهي بقت دايبة. وبعدين هنحط السكر، معلقة السكر الكبيرة، ومعلقة الصغيرة المحسن، ومعلقة البيكنج باودر، ومعلقة الملح، كله مع بعضه كده. خلاص. وبعدين نقوم حاطين البيضة اهي، نحط البيضة كده اهو، كله تمام اهو. وبعدين هنعجن ونحط المية على حسب القوام. القوام لازم يكون عجينة مفتوحة ومتماسكة، يعني متجانسة كده وحلوة، يعني لا مش ناشفة، تبقى عجينة حلوة طرية مفتوحة. يبقى كده اهو. هنحط بقى الخميرة، هي دابت اهي، هنحطها بس بعد ما نضرب ده شوية في العجان اهي. نقول بسم الله ونعجن اهو اهو. نعجن بقى
هنعجن كده ونحط بقى شوية كده لما تتجانس، بس الحاجة تختلط، وبعدين نقوم حاطين ايه الخميرة اهي. نحط الخميرة شوية شوية اهي، مش عارفة اهي الخميرة اهي، شوفوا اهي. الخميرة اهي ونحطها ونكمل بالمية تاني. يبقى الخميرة اهي بنحطها اهي 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 اهي، ونكمل بالمية لغاية ما تتجانس العجينة اهي. العجينة لسه شوية اهي، وعايزة محتاجة تاني شوية مية تاني. هنحط شوية بشوية نحط شوية شوية حتى تتجانس تبقى ايه طرية. نحط شوية ونعجن شوية ونعجن. دلوقتي احنا عجننا اهو الكرواسون اهو. شوف بقت العجينة بتمط ازاي، شايفين بتمط ازاي؟ هناخد منها حتة كده ونقوم ايه نختبرها عشان نشوف الشبكة اتكونت ولا لا. بصوا اهي، شايفين بقت مطاطة ازاي وايه وخفيفة؟ شايفين بقت ازاي؟ بقت طرية يعني. بصوا بتتفرد بسهولة ازاي ومش بتتقطع، شايفين؟ يبقى كده هنغطيها ونسيبها تخمر شوية، نص ساعة بس. ونفردها. العجينة بقت ازاي؟ شوفوا شوف بقت هشة ازاي، خمرت اهي، ما اخدتش يعني ربع ساعة بالكتير قوي اهي. بتبقى عجينة مفتوحة يعني ايه؟ يعني بص بتبقى بتلزق كده خفيف. هنرش رشة دقيق وهنفرد اهو، وهبشر الزبدة على كل العجينة علشان بنفس المستوى كلها بطبقة واحدة، وهنلفها برضه زي الفيديو التاني وهنشوف النتيجة مع بعض. الزبدة خلاص كده هنلفها كده وايه اهي. طبعا الزبدة طالعة من التلاجة، زبدة جنة طالعة من التلاجة علشان ما تعجنش تبقى وحشة اهي. نعمل كده اهو، وبعدين نقوم ضاغطين عليها كده نخبط كده عشان تدخل جوه العجين، ونفرد كده اهو. خلاص كده فردناها، وبعدين هنقوم جايين دي كده اهو حاطينها كده اهو، هننفض الدقيق من عليها كده اهي، والناحية دي عليها كده اهو. اصبح هنا عندي 3 طبقات، 3 طبقات اهو. ادي واحدة وادي التانية كده، وبعدين نعمل دي كده ونعمل عليها كده ونلفها ونحطها. ما عملتها بنطة واحدة، شوف بقى عملت التوريقة ازاي. دي واحدة بس يعني، لسه هعملها تاني، هفردها واعملها تاني، هفردها بقى واطبقها تاني نفس الطريقة. يعني الطريقة سهلة، ويعني نتيجة ما شاء الله جميلة جدا، مفيش اي مشكلة، يعني سهلة جدا. وانا عملتها لكم عشان وعدتكم ان هجرب، وادينا الحمد لله جربت اهو، ونشوف النتيجة مع بعض هتطلع ازاي. بس بقى الفرق بين العجينتين، العجينة التانية فيها خل، دي ما فيهاش خل. دي فيها بيضة، التانية ما فيهاش بيضة. فيها ايه تاني؟
تقريبا. لا الزبدة برضو اقل. الزبدة هنا نص الدقيق، هناك الزبدة ده يعني نفس كمية الدقيق، حاجة بسيطة يعني أقل منها 50 جرام مش كتير. لكن هنا الزبدة نص الدقيق. شوفوا علينا فردتها، دي هتعتبر البنطة التانية. نعملها كده اهو. اهي. هنعرف بقى برضو كده. الدقيق قوي، التاني دقيق لكل الأغراض، يعني في فرق. هنعمل ازاي بقى؟ هنعمل دي كده اهي، وبعدين دي كده، وبعدين دي كده، وناخدها وندخلها التلاجة تريح ربع ساعة. البنطة التانية خلاص وفردتها اهو، طبعا على دقيق. وهاجي بقى هنا انا عملت عشان اعرف الحجم هيبقى قد ايه. عملت الورقة دي كرتونة، فهعملها كده عشان يبقى كله بمقاس نفس المقاس. هنعمل كده اهو، هنقطع كده اهو اهو. اللي عايز يعمل اكبر يعمل، يعني مفيش مشكلة. هعمل لكم دي عشان تشوفوها وبعدين اكمل انا باقي. دي بقى هنقوم واخدينها كده، هنقوم جايين هنا وفاتحينها من هنا، من حتة كده، حتة صغيرة، ونقوم عاملينها كده، ونقوم لافين كده اهي. اللي عايز يعمل اكبر يعمل اهي. ونحطها، انا عاملاه صغير. دي هنقوم اخدينها حطها في الصاج، نقعد نشكل بقى كله نفس الشكل. هنعمل واحدة تانية اهي معاكم اهي. اللي عايز يعمل نعمل دي كده، ونقوم عاملين كده، نضغط عليها علشان ايه تبقى ماسكه. ونخلي دي نمسكها كده ونشدها كده، ونقوم لافين كده ونحطها في الصاج بنفس عشان ما تفتحش. التشكيل كلهم النص كيلو طلعوا 36 واحدة. طبعا اللي هي الحتة المقفولة دي، اللي هي الحتة المفتوحة دي، اللي هي الطرف ده بنشده وبنحطها عليها عشان ما تفتحش. وبعدين هسيبها بقى، هدهنها دلوقتي بيض، وبعدين اقوم حطها تخمر على حمام مية دافية، يعني في حوالي 60 درجة 60. وهسيبه بقى يخمر بندهنه اهو. وبعدين بعد ما يخمر هدهنه تاني. هنا بعد ما خمر اهو، هقوم دهناه تاني واسخن الفرن على حرارة 160. شو يا بنات، الحمد لله الطريقة نجحت والتجربة نجحت بإذن الله، الحمد لله. هشوف انا هقطعها دلوقتي. شوف فاكرين دي كانت قد ايه؟ كانت صغيرة جدا، شوف كبرت ازاي. هنقطعها كده ونشوف النتيجة من جوه، تبقى شكلها يعني اللي قطعتها اهي من الوسط.